يقول يوم من الأيام هاي وحدة زعلت عد أخوها، زعلت عد أخوها. من زعلت عد أخوها تعرف علي توليد صغير، هاي تزعل تصير شوية ذليلة أو تعبر العيلة من تمر. هسه قبل هاي الربع الحديد ابنها تشلب لها يما يريد ربع، يما يريد ربع، يما يريد ربع، وطب أخوها يشتغل بالسوق ومعبعد. هسه هذا ما ينضم من الرباعة، من يمشي خرخشن. اي قالت لاخويا ما عندك ربع لابني؟ قالها ما عندي، هم زعلانه وهم طلبنيك. يلا هسه طاحت بالوليد ابنها كتلته ونومته. اي ورا 30 سنه الولد تزوج وعلى حسب الاصول مات خاله هذا نفسه. اي مات خاله نفسه، وباب الشادر صاحوا عليه فلان بويا طب جيب الخضره من البيت لين بس انت مخول الطب على النسوان. خالاتك باعتبار هي خواتها 9 وهي العاشرة. طب يجيب الخضرة هذا الولد لقى أمه قاعدة هالشكل، وخالاته 9 الحيميات يلطمن على أخوهن. ايه الخوة ويهل المروة قضيناها. هسه التفت عليها قالها يمه يمه عب الله المروة، هذا خالاتي كلهن الحيميات ويلطمن ولا راس ولا عيون ولا هدوم، وانت قاعدة ايش عجب. قالت له يمه قلبه مثل جلد الضبع، قلبه مثل جلد الضبع وطابعه وما ينطبع، ابكي ويعرض للربع. قالها يمه يا ربع. قالت له يمه هذا انت صغير ما تتذكره. رسالتي كالآتي، اقول اللي عنده حالات الولد او حالات الاخو من يريد يثبت له موقف، هسه احنا ما نريد نقول له يوصل لابو فاضل، لا، بس لكن يتأسى بي. رسالتنا منا من هذا المكان انا وانتم، عمي عينكم على اختكم، الاخوه عينكم على خواتكم. ترى الاخت من تريد تنهان باخوها، ومن تنهاب باخوها، لا تنهاب من عم ولا تنهاب بالخال ولا تنهاب من ابوه. الاخو سند الاخت، فتحياتنا الكل اخو داك صدر الاخته.